الثالوث كلفظ، سواء الثالوث او التثليث، اللفظ ده اخترع في القرن الثاني، ما كانش موجود قبل القرن الثاني، لا المسيح ندى بيه ولا تلاميذ المسيح ندوا بيه ولا اللي هم اللي كانوا اباء القرن الاول كانوا ندوا. الثالوث كلفظ، سواء الثالوث او التثليث، اللفظ ده اخترع في القرن الثاني. المسيح لما كان بيتكلم قال ان هو انسان، قال ان هو نبي، قال ان هو رسول، وقيل في الكتاب المقدس ان هو مخلوق. تلاميذ المسيح قالوا ان هو رجل زي بطرس في اعمال الرسل 2:22 وغيره في الكتاب المقدس. جم بعد كده في اباء القرن الاول بداوا يرفعوا المسيح شويه، ده رسول مكرم. اول واحد ندى بموضوع الثالوث كان اباء القرن الثاني، في المنتصف الثاني من القرن الثاني، يعني من 150 ل 200. اول شخص هو شخص اسمه ثوفيلوس الانطاكي. ثوفيلوس الانطاكي ده هو اول شخص قال بكلمه الثالوث. طبعا انا مش هتكلم من نفسي وعشان انا مسلم، انا هتكلم من الكتب المسيحيه. تاريخ الفكر المسيحي لمين؟ للدكتور القس حنا الخضري. تمام. بيقول في صفحه، ممكن تعرفنا بالطبعه اللي مع حضرتك دي الاول؟ الطبعه دي الطبعه المجلد الاول، طبعه دار الثقافه. طبعه دار الثقافه. تمام. بيقول جدير بالذكر أن أول شخص استعمل كلمة ثالوث في تاريخ العقيدة المسيحية هو أسقف أنطاكيا، ولقد استعمل هذا الاصطلاح في صيغة غريبة اللي هي ثالوث الله. الكلام ده بيؤكده القس حنا الخضري، كتاب موجود اهو قدامنا، وهو ذكر الكلام ده بالحرف الواحد وأنا بقرأ منه. فأول شخص قال بموضوع الثالوث هو ثوفيلوس الأنطاكي. في مسألة مهمة، ثوفيلوس الأنطاكي ده ما كانش مؤمن ان يسوع هو الله، ما كانش مؤمن ان الثالوث ده ثالوث كامل زي المؤمن بالمسيحيين. المسيحيين خدوا منه كلمه ثالوث، لكن هل ثوفيلوس الانطاكي كان مؤمن بالثالوث زي ما مؤمن بيه دلوقتي؟ هو نفسه كاتب في صفحه 464 نفس الكتاب. تمام. كما يلاحظ في تعليم ثوفيلوس الخاصه بالمسيح نوعا من التبعيه او الثانويه. يعني ايه؟ يعني المسيح مؤمن، ثوفيلوس الانطاكي كان مؤمن ان المسيح ده اله، لكن إله من درجة أقل من درجة الآب. قاموس وهل هو كتاب ده كتاب مسيحي طبعا، كتاب مسيحي شارك فيه أكتر من 27 قس مسيحي. طبعة إيه برضو؟ طبعة دار العائلة. تمام. مكتبة العائلة. تمام. بيقول في صفحة أو بيرسم صورة للثالوث. تمام. نوريها كده للكاميرا، نوريها للكاميرا. ها؟ تمام. أوزوريس وأسيس وحورس دول 3 أقانيم لإله واحد. جميل. نفس الكلام موجود في المسيحية. يعني ده مش الثالوث المسيحي اللي في الكتاب، ده الثالوث الفرعوني المصري. الكلام ده بيؤكده القمص مينا جاد جرجس. نعم. في كتاب اسمه كنيسات عقيدة وإيمان. الكتاب ده كتاب أرثوذكسي. برضه الكاميرا كده نشوفه. ده طبعة ايه حضرتك؟ ده بيتباع في مكتبة المحبة ومطبوع في مكتبة المحبة. كنيستي عقيدة وإيمان. القمص مينا جاد جرجس كاهن بمدينة إسنا. بيقول وكان الثالوث عندهم عند المصريين يتكون من أوزوريس وإيزيس وحورس. وهم 3 في واحد. وبعد كده بيقول بل قل معي أن الديانة المصرية القديمة كانت ظلا للديانة المسيحية قبل ظهورها. نعم. يعني دي تمهيد للعقيدة المسيحية. جاي بيقول يا جماعة الثالوث الوثني ده موجود في كل الأديان. طب لو مش موجود في الكتاب ومش موجود عند آباء القرن الأول، موجود عند آباء القرن الثاني والثالث، والآباء دول كان أصولهم وثنية، طب جابوه منين؟ الصورة دي هي صورة الثالوث المسيحي. الصورة دي 3 أشخاص زي بعض، دي صورة الثالوث المسيحي. 3 أشخاص نفسين زي بعض تقريبا، الشكل، الوش، مخلوقين طبعا من لحم ودم وكده. ده ايه؟ جوهر واحد، يعني دول جوهرهم واحد وطبيعتهم واحدة. ما هم 3. طيب ما هو 3 أقانيم. هو ده التوحيد في المسيحية. خواطر الميلادية تقديم القمص أو القس منيس عبد النور، صفحة 94. دي صورة الثالوث. الآب على اليمين راجل سنه كبير، الابن على الشمال. اللي على يمين الشاشة ده الآب. اللي على اليمين اللي على الشمال ده الابن. سبحان الله. اللي فوق دي الروح القدس. الله عن ذلك. واللي طايره بين الاثنين دي. ده بقى رسم للنص اللي موجود وقت تعميد يسوع في إنجيل متى 3:16 و17. ولما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذ السماوات انفتحت
ورأى روح الله نازلا عليه مثل حمامة وصوت من السماء قائلا. يمكن الشاشة مش هتجيبها. ادي المسيح اهو، سيدنا عيسى المفروض يعني اهو واقف في التعميد، الروح القدس اهي، وفوق هم طبعا مش حاطين صوت، هم حاطين ايد الاب. 3 صور. ده الرسم المسيحي للثالوث. نسأل الله العافية. يفرق ايه عن اللي احنا شفناه هنا؟ الرسم الوثني ده، الرسم الوثني ما يفرق شيء، لأن القرآن قال يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. يفرق ايه؟ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.